ريلمي فاجئتني بموبايل قلب كل الموازين وغيرها من وجهة نظري. ولو انت بتدور على موبايل للاداء، هو الموبايل اللي فعلا انت لازم تستناه، وهو اقوى فلاج شيب كيلر موجود حاليا. قبل ما اقول لك اي حاجه، اكيد ما تنساش لايكك، سبسكرايبك الرايق، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك منا دايما كل جديد. لايكك وشيرك بيفرقوا كتير جدا في انتشار الفيديو. شير على قد ما تقدر، وكمان ما تنساش تتابعني على كل المنصات التانية، هسيبها لك تحت في الديسكربشن. اما دلوقتي بقى خلينا نخش في تفاصيل الفيديو مع هذا الموبايل المبهر جدا. اهلا وسهلا بكم، انا محمد ودي قناه ام كي ريفيوز. والموبايل ده من الاخر كده هو ريلمي جي تي 7 برو، اكتر موبايل من وجهه نظر الفتره اللي جايه. مجرد ما يتم اتاحه الموبايل ده عالميا للسوق هيبيع بطريقه هستيريه، وده للمواصفات اللي الموبايل بيقدمها قصاد السعر اللي الموبايل كمان بيقدمه. لان انا شايف من وجهه نظري ان مفيش اي شركه قدمت القيمه دي مقابل السعر. دايما شركه ريلمي بتفاجئنا بسلسله الجي تي. وخلينا مبدئيا كده نبدا بنقطه التصميم. اصبر عليا شويه في السعر هقول لك عليه، بس خلينا احمسك بالتصميم والشاشه والاداء، وبعد كده فاجئك بالسعر عشان تتخض. ونبدا بنقطه التصميم. التصميم هنا بيجي من الازاز بالنسبه للظهر، وتصميم الموبايل شيك مختلف. الكاميرات موجوده في مربع موجود على الطرف كده شويه. فريم الكاميرات مش زي اي حاجه انت ممكن تشوفها، لا ده الفريم تحس ان هو واخد من الظهر. كيرفات فريم الكاميرات بلون الظهر بالظبط. والموبايل جاي منه 3 الوان، اللون الرمادي واللون البرتقالي وكمان اللون الابيض. فبصراحه الوانه مبهره، ولكن اللون الاورنج اكتر لون لافت انتباهي جدا. تصميم بالنسبه لي ممتاز. الظهر كمان عليه طبقه حمايه من النوع باندا جلاس، وكمان الفريم من المعدن، يعني فخامه فخامه. وكمان هنا عندك دعم مقاومه الغبار والميه اي بي 69، اعلى معماريه موجوده حاليا في السوق، فما تقلقش. الموبايل بيقدم شاشه ممتازه من النوع اوليد. الشاشه هنا حجمها 6.78 انش، حجم شاشه محترم، قرب ال6.8 انش. فده حاجه كويسه جدا. انا شايف ان ده الحجم المظبوط من اول 6.7 انش. قوات كيرف منحنيه من الاربع اطراف. والوضع ده من الشاشات على فكره مش اول مره نشوفه. اول من عملت الموضوع ده كانت هواوي مع البي 40 برو. ما انساش الموبايل ده جدا، انه كان كيرف من جميع الحواف، وكان لاول مره اشوفها. لان كانت الشركات اصلا بتعمل كيرف من الجناب فقط، لكن فكره كيرف من فوق وكمان كيرف من تحت للشاشه دي اول شركه قدمتها فعلا كانت شركه هواوي ساعتها. وافتكر ان البي 40 برو ده كان جاي على طول بعد قرار حظر هواوي ومنع استخدامها لخدمات جوجل. الشاشه هنا شكلها محترم الصراحه، شكلها شياكه قوي، ولكن الكيرفات مش حاده قوي، الكيرف يعتبر قليل شويه. الشاشه كمان جايه بهول بانش موجود في النص، حافه سفليه تعتبر قليله جدا. ده موبايل فلاج شيب كيلر. الشاشه كمان هنا دقتها 1.5K، دي حاجه كويسه. معاك ال 120 هرتز، ولكن المبهر ان الموبايل ده سطوعه بيوصل في البيك ل 6000 نتس. بس عايز اقول لك ان الشاشه دي مش بتاخد 6000 نتس تحت اشعه الشمس، لا ده انت لما بتشغل محتوى اتش دي ار او دولبي فيجن بتوصل معاك في بعض النقاط ل 6000 نتس. فده مش السطوع الفعلي عشان بس ما حدش يفهم غلط. وكالعاده الشاشه داعمه للاتش دي ار 10 بلس والدولبي فيجن، وكل حاجه انت عايزها موجوده في الشاشه دي. وكمان الشاشه هنا عليها طبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس 7 اي، فهي شاشه متكامله من كله من وجهه نظري، وشاشه قويه جدا كمواصفات. اما بقى بالنسبه لنقطه الاداء فحدث ولا حرج. الموبايل ده جاي باقوى معالج في العالم حاليا، السناب دراجون 8 اليت، المعالج اللي كسر كل الارقام القياسيه وتغلب على كل المعالجات اللي حواليه، زي المعالج بتاع ميديا تك دايمنستي 9400، زي الابل اي 18 برو. المعالج ده سفاح، قاضي على كل المعالجات اللي موجوده حواليه. هو اقوى معالج خلال السنه هنشوفه في 2025 في كل الموبايلات الفلاج شيب والفلاج شيب كيلر. كمان الموبايل هنا بيجي بتعدديه كبيره جدا في النسخ، ولكن انا بتكلم عن نسخه معينه هي دي اللي انا منتظرها، وشايف ان تسعيرها قنبله من ريلمي. النسخه ال 12 جيجا بايت رام 256 سعرها $505. تخيل الموبايل سعره في الصين حاليا بعد ما اتعلن عنه حوالي 27,000 جنيه. تخيل موبايل بالتسعير ده بالمصري بيقدم المعالج ده بالشاشه دي بالمواصفات دي بالتصميم ده. دي بالنسبه لي حاجه خرافيه، لان الشاومي 15 والاونر ماجيك 7 برو كانوا بيبداوا من $640. فالموبايل ارخص من الموبايلات دي ب $135 وبيدي لك نفس المعالج. لو عايز حجم رام اكبر، حجم ذاكره تخزينيه اكبر، فانت عندك 16 256، عندك 12 512 و16 512، وعندك 16 1 تيرا بايت ذاكره تخزينيه. فعندك تعدديه زي ما انت عايز، بس انا تركيزي على النسخه ال 12 256. شايفها قنبله الصراحه على سعرها. نوع الذاكره التخزينيه من النوع يو اف اس 4.0،
الرام هنا من النوع DDR5X، فدي حاجه بالنسبه لي خطيره، اسرع حاجه في كل حاجه حرفيا، اداء ما تسالش كتير، انت معاك اقوى معالج موجود على الساحه دلوقتي حاليا. هو بيلعب لعبه بابجي على 90 فريم، ولكن مع الوقت اللي جاي ان شاء الله لما الموبايل يبدا يتوفر عالميا او يجي له تحديثات في الوقت اللي جاي، هيبدا ياخد بابجي 120 فريم عادي، مفيش اي مشكله، المعالج سفاح مفيش حاجه تقف قدامه. والموبايل كمان بيطلع معاك من العلبه عليه اندرويد 15، وكمان عليه واجهه ريلمي يو اي 6.0. وماذا عن الكاميرات؟ موبايل ب $505، اكيد انت متوقع ان هو يدي لك كاميرات قويه بقى. عايز افهمك بس الاول ان سلسله الريلمي جي تي هي موجهه اكتر للاداء، تجربه الكاميرات فيها مش بتكون كويسه قوي اللي هي منافسه شرسه لكل اللي حواليه، ولكن تقدر تاخد منها صور مقبوله جدا يعتمد عليها مفيش اي مشكله. بس الاهم ان دايما في سلسله الريلمي جي تي مش بتكون تجربه الكاميرات منافسه للموبايلات اللي في نفس فئته السعريه، لا بتكون الموبايلات ده اعلى شويه. وهنا الموبايل بيجي بثلاث كاميرات في الظهر، الثلاثه محترمين، كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل بمستشعر من سوني IMX 906 ومعاها OIS، كاميرا ثانيه تليفوتو 3X برضه 50 ميجا بكسل بمستشعر من سوني IMX 882 وبرضه معاها OIS. اما بالنسبه للكاميرا الثالثه هي كاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل، ولكن اللي عاجبني انها بمستشعر من سوني IMX 355، ودي حاجه تعتبر كويسه بس ما فيهاش OIS ولا فيها اوتو فوكس، هي كاميرا الترا وايد عاديه. الموبايل هنا بيدي لك تصوير فيديو بالنسبه للكاميرات الخلفيه 8K 24 فريم في الثانيه، ومعاك 4K 60 و30 فريم في الثانيه، فده حاجه بالنسبه لي ممتازه. بالنسبه للصور اللي بتخرج من الموبايل زي ما قلت لك في فئته السعريه هو كويس جدا مقبول، لو انت هتجيب موبايل باقوى المواصفات بيدي لك اعلى قيمه مقابل سعر، هو ما فيش غيره فعلا، قوه رهيبه. ولكن بالنسبه لتجربه الكاميرات سلسله الجي تي مش افضل حاجه في فئتها ممكن تاخدها في تجربه الكاميرات، لا في موبايلات ارخص منه فعلا ممكن تدي لك تجربه كاميرات احلى منه، ولكن تجربه الكاميرات مش وحشه يعتمد عليها فعلا مع شويه ايديت وهكذا. اما بالنسبه للكاميرا الاماميه هنا فبتيجي 16 ميجا بكسل، ودي اللي عندي اعتراض عليها لان الكاميرا هنا بتصور 1080 30 و60 فريم، مفيش 4K للاسف، وعلى سعر الموبايل دي نقطه عيب الصراحه. كنت اتمنى انه يديك تصوير 4K على الاقل، لان في موبايلات ب $300 حرفيا من شركات تانية بتدي لك تصوير 4K في الكاميرا الاماميه عادي، ولكن ستيل قصاد المواصفات اللي الموبايل ده بيقدمها او الفئه اللي ريلمي بتوجه فيها سلسله الجي تي ما اقدرش الوم على تجربه الكاميرات، لان معروف دايما ان السلسله دي مش موجهه للتصوير والاحترافيه وهكذا. كالعاده بقى الموبايل فيه كل حاجه انت تتخيلها، انت عندك سماعات ستيريو عادي مفيش اي مشكله، عندك بصمه ممتازه موجوده تحت الشاشه، والبصمه هنا طلقه من النوع التراسونيك اللي موجوده في الموبايلات الفلاج شيب. للاسف ما عندكش مدخل 3.5 مللي وما عندكش دعم تركيب كارت ميموري، بس انت مش هتحتاجه يعني، انت بتبدا من اول 256، ومدخل 3.5 مللي في اغلب الموبايلات الفلاج شيب او الفئه المتوسطه اصلا ما عادش بيكون موجود. عندك كل المستشعرات موجوده بما فيهم مستشعر التقارب حقيقي، عندك NFC الاي ار بلاستر عشان تتحكم في جميع الاجهزه الكهربائيه، ميكروفون سري والعزل الضوضاء، والقنبله في الموبايل بقى وحجم البطاريه 6500 ملي امبير، لان البطاريه هنا من النوع السيليكون كربون، ودي حاجه تعتبر كويسه. مؤخرا لما الشركات بدات تتجه للنوعيه دي من البطاريات بدات ان هي تديك حجم بطاريات اكبر الفتره دي والسنه دي خلال 2025 اقل حاجه هتسمعها 5800 5900 ملي امبير، معاك لحد 6000 6500 ملي امبير، فدي حاجه بالنسبه لي ممتازه. بطاريه خطيره تكمل معاك اليوم بدون اي مشكله، ومعاك شحن صاروخ 120 واط موجود معاك في العلبه، يعني حتى لو البطاريه خلصت الشاحن ده يقدر يشحنها لك فعلي من 0 ل 100% في حوالي 40 دقيقه، وده ستيل رقم مجنون جدا على الفئه السعريه بتاعه الموبايل. فانت لو جيت بصيت في اخر الفيديو، اقوى معالج في العالم جايب بشاشه بمواصفات رهيبه، مفيش اي موبايل في فئته السعريه بيقدم المواصفات دي، جايب بتصميم من الازاز فريم من المعدن، ومعاه اعلى معماريه لدعم مقاومه الغبار والميه، بيدي لك كل حاجه موجوده، سماعات ستيريو كل اللي نفسك فيه موجود، مع بطاريه خطيره 6500 ملي امبير وشحن 120 واط. يمكن تجربه الكاميرات هي اللي مش اقوى حاجه في فئته، في موبايلات تتفوق عليه، ولكن في نهايه الفيديو بقول لك لو انت بتدور على موبايل بيدي لك اعلى قيمه مقابل السعر، صدقني مش هتلاقي افضل من الريلمي جي تي 7 برو، هو ده الموبايل الخطير في فئه $500 اللي انت لازم تستناه. لكن لو انت بتدور على موبايل لتصوير الفيديو او تركيزك على تجربه الكاميرات، اكيد انت مش لازم تستنى الريلمي جي تي 7 برو، لان السلسله دي زي ما قلت لك من ريلمي ما بتكونش اصلا موجهه لتجربه الكاميرات. دي كل حاجه عن الريلمي جي تي 7 برو، الموبايل اللي انا مستنيه جدا وشايف انه هيحقق مبيعات قويه جدا مجرد نزوله، لان سعره هي كلمه السر. وكالعاده انتظرني في فيديو جديد، سلام.